حبايبي أبطال أولى ثانوي، أخباركم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ مع بعض النهاردة مراجعة شهر مارس على يونت A يونت 7 ويونت 8 بكل تفاصيلها، شامل الفوكاب والجرامر والترجمة والنوفل إن شاء الله. معانا 5 تيستس هنحلهم مع بعض بشكل عملي وتطبيقي على كل النقط اللي موجودة فين على يونت 7 ويونت 8. معانا نبدأ مع بعض أول حاجة، أول تيست، أول موديل تيست معايا. أول نقطة choose the two correct answers from the 5 option. هنختار اختيارين من 5 اختيارات. أول نقطة معايا بتقول لي I hope this beautiful weather. أتمنى إن الطقس الجميل ده will last through the weekend. هيدوم عبر خلال الأجازة. بيقول لي the synonym of the word last. كلمة last بمعنى يستمر أو يدوم. فبيقول لي تبقى end يبقى ينتهي، وطالب مني هنا السينونيم المرادف، فتبقى end ينتهي، continue يستمر، finish ينتهي، remain يبقى أو يظل، stick يلتصق. فأكيد طالب السينونيم قلنا last بمعنى يستمر أو يدوم، فهتبقى remain يبقى أو يظل، وهتبقى continue بمعنى معنى يستمر. نقطة رقم 2 بيقول لي every year كل سنة we commemorate بنخلد الذكرى السنوية of the anniversary of the nation independent لاستقلال البلاد أو لاستقلال الأمة. فبيطلب مني the antonyms of the word commemorate. كلمة يخلد الذكرى عايز الانتونيم بتاعها، التضاد بتاعها. جميل أوي. يبقى أنا يخلد ذكرى يبقى يتذكر، لا يتذكر ده ده السينونيم بتاعها. honor يكرم أو يشرف، ده برضك السينونيم بتاعها. forget ينسى، celebrate يحتفل، ignore يتجاهل. فأنا التضاد بتاعي يخلد ذكرى يبقى forget ينسى، وignore بمعنى يتجاهل. أول نقطة معايا هنختار المرة دي اختيار واحد. choose the correct answer from A, B, C or D. فبيقول لي they used not before me when they met me at the airport. The Japanese are so welcoming. اليابانيين مرحبين جدا. فاليابانيين متعودين لما بيقابلوني بيعملوا قبل مني بنقول بو. كلمة بو بمعنى ينحني، walk بمعنى يمشي، serve يخدم، track يتتبع. عند النقطة رقم 2 we stopped for a minute. وقفنا للدقيقة to نقط the guests عشان الضيوف who came to the wedding party اللي جايين للحفلة. وقفنا نعمل معاهم last يستمر أو يدوم، boy ينحني، great يحيي، send yourself أكيد طبعا هتبقى greet بمعنى يحيي. The museum collections مجموعة المتحف of ancient Egyptian من المصرية attract historians بتجلب المؤرخين from all over the world من كل أنحاء العالم. يبقى احنا عندنا هنا في مصر ancient Egyptian artifacts اللي هي القطع الأثرية القديمة، gadget أدوات حية، كيمونوس ده الزي الرسمي بتاع اليابانيين، زي تقليدي بيلبسوه في احتفالاتهم، memories ذكريات. نقطة رقم 4 showing not for your elders and is an important انك تظهر لكبار السن is an important value قيمة قوية قيمة هامة in many cultures around the world في العديد من الثقافات في كل أنحاء العالم. أظهر لهم قال لك هنا أظهر الاحترام. احترام يعني respect. disinterest عدم اهتمام، curiosity فضول، friendliness صدق. رقم 5 due to a lot of time بسبب في الوقت we had to cut the presentation short بسبب نقص الوقت. عندي كلمة due to بتيجي بمعنى بسبب، بيجي وراء اسم أو فعل مضاف ing فنقول lack balance توازن، lack نقص، harmony انسجام، peace سلام. عمرو is greatest نقط was graduating at the top. أعظم بالنسبة لعمرو انه اتخرج at the top of his class الاول على فصله despite many challenges بالرغم من وجود العديد من التحديات. يبقى اعظم achievement اعظم انجاز ليه. creativity معنى ابداع، training تدريب، growth بمعنى نمو. جميل قوي. النقطه رقم 7 I can't find my phone anywhere. مش لاقي التليفون بتاعي في اي مكان. ينقط it فده طبيعي، ده سؤال بمعنى هل. لما اجي ابص على الاختيارات هلاقي did وطول المصدر، لا ده غلط طبعا عشان خاطر did بيجي وراها فاعل وبعد كده الفعل فين؟ في المصدر. طب حلو. فبيقول له I can't find my phone. فانا اساله انت شفته ولا لسه هيشوفه؟ فاكيد رقم سي غلط. we're seeing ده كان زمن ماضي مستمر
وقلنا الفعل سي من افعال الشعور والحواس ما يجيش مع ازمنه مستمره، فهتبقى have ايه have you seen it، انت شفته قبل كده، يبقى حدث ايه بدأ في الماضي وله اثر في الوقت الايه الحاضر. رقم 8 نادى نقط eat spicy food، طعام حار but now she loves it، يبقى ده استخدام كلمة but now. but now بتعمل مفارقة ما بين حاجتين اتنين، ما بين حاجة كنت بعملها في الماضي وما كنتش بعملها دلوقتي، أو ما بين حاجة ما كنتش بعملها في الماضي وبقيت بعملها دلوقتي. يبقى هنا إيه، لا بيقول هنا she loves it دلوقتي بتحبه، يبقى لم تعتاد أكل الطعام الحار، يبقى استخدم كلمة didn't use إيه didn't use to، وراها فعل أساسي اللي هو الفعل إيه eat يأكل. النقطة رقم 9 بيقول لي my brother Arabic and English fluently، بيتكلم إنجليزي وعربي بفصاحة because he has grown up دي يبقى زمانها مضارع، up in two countries نشأ. هو تحدث اللغة، أو أنا هتنيني أتحدث نفس اللغة ولا أتحدثها مرة وهتخلص؟ قال لك لا، دي حاجة عادة موجودة أو إيه شيء مستمر موجود معاك، فنستخدم زمن مضارع إيه مضارع بسيط، يبقى she speaks يتحدث وما زال إيه يتحدث ويتني يتحدث اللغة، يبقى speaks زمن مضارع. نقطة رقم 4 رايس الأرز in many countries في العديد من الدول around the world حول العالم and it is considered a staple food، يعتبر طعام إيه طعام ثابت. يبقى هنا الطعام هنا الرز هياكل ولا يؤكل؟ يؤكل، يبقى أنا هنا ده زمن مضارع. صيغة المبني المجهول في زمن المضارع البسيط عبارة عن am وis وار والايه والباست participle اللي هو التصريف الايه التالت. الرز لا يعد، فطبيعي هناخد كلمة is ايه is eaten. ممتاز. نقطة رقم 11 يقول لي which of the following sentences would be most appropriate، أي جمل هتبقى أكثر مناسبة أو ملائمة to include in personal journal، في الجورنال entry، في مقدمة الجورنال ايه. فبيسألني هنا يقول لي رقم تبقى الأولى one must always reflect on daily exercise، كل يقول لك الواحد المفروض يتأمل في التجارب اليومية، ولا I felt really nervous حسيت بتوتر before the presentation day قبل اليوم التقديمي. الجورنال دي دايما بيبقى informal حاجة شخصية بيك. the socio-economic implication التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية of the project على المشروع where significant كانت ملحوظة أو مهمة. furthermore علاوة على ذلك the results indicate النتائج بتوضح a positive outcome نتاج إيجابي. الوحيدة اللي هنا أقل رسمية هي KB I felt really nervous before the presentation today. before the presentation حسيت ان انا متوتر قبل العرض تقديم النهارده. انا لسه ببدا كلام معاك اتكلم عن الجورنال المذكره بتاعتي اليوميه اللي انا بكتب فيها حاجات حاجات شخصيه. النقطه اللي بعد كده رقم 12 a blog post التدوينه should be written لازم تنكتب ان نقط تون في نبره او نغمه مالها to connect with readers عشان اعرف اتواصل مع مع القراء. يبقى formal and academic التدوينه لا اكتبها بشكل رسمي واكاديمي، انا مش هستخدمها في التدريس وانا ما بخاطبش فئه معينه. قال لك friendly and conversation لازم تبقى ودوده وفيها محادثات اكثر. ايوه strict and professional صارمه واكثر احترافيه. distant and impersonal تبقى بعيده وغير شخصيه. قال لك لا انا هستخدم تبقى friendly and conversational. التدوينه بتبقى ودوده في الكلام، تتكلم بشكل غير الرسمي، او ممكن بنستخدم حاجه اسمها سيمي فورمال تبقى نص رسميه. جميل. السؤال اللي بعد كده سؤال الباسج الفقره، نقرا مع بعض الباسج واحده واحده ونفهم كل تفاصيلها. يقول لي a healthy lifestyle نمط حياه صحي is a vital part of our lives جزء اساسي او حيوي في حياتنا. there are some things بعض الاشياء that we must do to lead. كلمة lead لها معاني كتيرة، بتيجي بمعنى يؤدي إلى أو أو يعيش أو ينتج عنه. هنا to lead a healthy life عشان نعيش حياة صحية. The first thing to do أول شيء تعمله is to ensure that أكد you eat 3 meals إنك تاكل 3 وجبات a day في اليوم. These meals should have the right amount of all essential nutrients. لازم إن الوجبات دي يبقى فيها الكمية الصحيحة للمواد الغذائية أو الغذاء الضروري. الغذاء nutrients المواد الغذائية such as carbohydrates زي الكربوهيدرات اللي هي النشويات and proteins والبروتينات fats الدهون minerals المعادن and vitamins والفيتامينات. You should not
eat any junk food. ما تاكلش اي طعام سريع زي الاكل اللي موجود بره في الشوارع which is unhealthy for you، وده غير صحي بالنسبه لك. The next thing is to exercise daily. تاني حاجه انك تتدرب بشكل يومي، يبقى exercise daily. حلو. to maintain a lifestyle a healthy lifestyle عشان نحافظ على نمط حياه صحي. this can be jogging. ممكن يبقى الهرولة ده اللي هو المشي بسرعه وليس الجري، المشي بسرعه running او الجري نفسه. playing sports لعب رياضه or even walking او انك تتمشى for a minimum of على الاقل 30 minutes 30 دقيقه. you can go to work on foot. ممكن تروح الشغل وانت ماشي على رجليك to make use of time عشان تستغل الوقت and activate your body وتنشط جسمك at the same time في نفس الوقت. exercise is essential not only for your health. مش بس ضروري عشان صحتك but also for your skin، ولكن عشان بشرتك and hair وشعرك to look more delightful عشان يبدو اكثر جمالا او سرورا. for a healthy lifestyle لنمط حياه صحي you should also get the right amount of sleep. لازم تحصل على كميه كافيه من النوم at night بالليل. the proper routine الروتين الصحيح is to sleep early انك تنام بدري and wake up early وتصحى بدري with a 7 to 8 hour period لمده من 7 ل 8 ساعات of rest من الراحه. it's crucial، ده شيء ضروري to get enough sleep انك تحصل على النوم كافي but not too much مش كتير جدا or too little ولا قليل جدا as it can affect your concentration بيأثر على التركيز and the abilities وقدراتك. also sleeping at night النوم بالليل is more useful مفيد جدا than sleeping during the day من النوم أثناء النهار. healthy lifestyle help you live longer بيساعدك انك تعيش حياة أطول have a better and happier life يكون عندك حياة أسعد وأفضل. ممتاز. أول سؤال معايا على القطعة بيقول لي نركز مع بعض. eating meals أكل الوجبات which contains carbohydrates اللي بيحتوي على النشويات أو الكربوهيدرات and proteins والبروتينات is عبارة عن useful as they help us gain weight مفيدين بيساعدونا إن احنا نكسب وزن. لا أكيد طبعا دي غلط. the same like eating junk food زيها زي أكل الطعام السريع طبعا غلط. الطعام الجنك فود ده unhealthy food. an important part of a healthy lifestyle جزء مهم من الحياة الصحية ولا unhealthy habit عادة غير صحية؟ أكيد طبعا see an important part of healthy lifestyle. جميل. النقطة رقم 2 the passage states that القطعة بتذكر لنا we can care for our skin نهتم ببشرتنا نهتم ببشرتنا ازاي؟ eating fats ناكل دهون eating fruits ناكل فاكهة sleeping early ننام بدري doing exercise. من ضمن النقط اللي ذكرها عندي قال لي ان انا اهتم بعمل التمارين واتمشى وانا ماشي. ده بيفيد بشرتي وبيفيد صحتي وشعري كمان. النقطة رقم 3 بيقول لي it's crucial من الضروري to get enough sleep انك تحصل على نوم كافي. this means ده معناه that the more we sleep كل ما نمنا اكتر the more we are active كل ما كنا بقينا نشطاء. the less we sleep كل ما نمنا اقل the less we are active كل ما بقينا اقل نشاطا. we should sleep for 8 hours maximum ننام 8 ساعات كحد اقصى ولا we shouldn't sleep more than 6 hours daily المفروض ما ننامش اكتر من 6 ساعات يوميا. قال لي لا، هو قال لي في القطعه انك تنام من 7 ل 8 ساعات يبقى ماكسيمم لازم ننام من 7 ل 8 ساعات. النقطة رقم 4 the underline word lead كان لسه قايل لك كلمة lead تيجي بمعنى عيش. لو بصيت في الاختيارات live وتاتش ودستروي وبيف بمعنى يمهد، دستروي يدمر، تاتش يلمس، اكيد طبعا live معنى عيش. النقطة رقم 5 the writer mentioned 3 main steps ذكر 3 خطوات أساسية to lead a healthy life عشان أعيش حياة صحية. they are الثلاث نقط دول eating healthy أكل طعام صحي، sleeping أنام and doing exercise إن أنا أعمل تمارين، eating healthy jogging الهرولة، watching movies أتفرج على أفلام. دي طبعا قال لي لا ما جابش سيرة الأفلام. sleeping النوم، reading القراءة، playing the piano ما جابش سيرة الريدنج ولا الحذف على البيت. sleeping in the morning أنام الصبحية، walking to work أمشي للشغل وآكل.
هو ما قالش انام الصبح، هو قال النوم بالليل احسن من النوم بالنهار. فطبيعي الاولى eating healthily اكل بشكل صحي، sleeping انام and doing exercise واعمل تمارين. نقطه رقم 6 people unless اذا لم they get enough sleep بيحصل لهم ايه لو ما حصلوش عنهم كده؟ become less concentrated بيبقوا اقل تركيز and less active واقل نشاطا. جميل. are more motivated بيبقوا اكثر تحفيزا. are less hungry اقل جوعا and more active واكثر نشاطا. ولا create will and think in a better way بيفكروا بشكل افضل. قال لك لا، قال لك هنا become less concentrated بيبقوا اقل تركيزا and less active واقل نشاط. نقطه رقم 7 the best title of the passage افضل عنوان للفقره. how to stay healthy ازاي تبقى بصحه جيده. practice makes perfect التمرين يؤدي الى المثاليه او التدريب يؤدي الى الاتقان. reading before sleeping القراءه قبل النوم. enough bedtime وقت نوم كافي. لا how to stay healthy ازاي نكون بصحه جيده. ممتاز. نقطة الفقرة اللي بعد كده هي فقرة الترجمة. نجيب لي سؤالين اتنين، سؤال اترجمه من عربي لانجليزي او من انجليزي لعربي. هنا بادئ طالب مني ان انا اترجم الفقرة من الانجليزي لعربي، فبيقول لي the projects which are built in our town المشاريع اللي بتبني في بلدتنا will provide job opportunities هتوفر فرص عمل for many youths العديد من الشباب. yes moreover وعلاوة على ذلك they will encourage people to invest their money هشجع الناس على استثمار أموال. فنيجي نشوف مع بعض إن المشاريع التي تبنى في مدينتنا، في بلادنا، بلدتنا، مدينتنا. قال لك كلمة تاون هي بلدة، ماشي بلدة، فأنا ما ينفعش أقول في بلادنا عشان دي جامع، يبقى يا في مدينتنا يا بلدتنا، تمشي كلمة تاون بمعنى بلدة أو مدينة صغيرة. ستوفر فرص عمل لكثير من الشباب. ستوفر ولا وفرت؟ تيجي نبص الجمله هنا يقول لي will استخدمت will والفعل فين؟ في المصدر، يبقى انا بتكلم على مستقبل فانا ما ينفعش استخدم كلمه وفرت، صح كده؟ نيجي النقطتين اللي فاضلين. ستزود فرص عمل لكثير من الشباب. يبقى ستزود فرص عمل كثيره للشباب. تيجي نقرا فوق كده يقول لك will provide job opportunities for many youth يعني هتوفر فرص عمل لكثير من الشباب. فيقول لك ستزود فرص عمل كثيره. انا بتكلم على ان فرص العمل هي اللي كثيره ولا الشباب هم اللي كثير؟ انا بتكلم ان الشباب هو اللي كثير عشان بيقول لي ميني الكثير من الشباب، فاكيد طبعا الاخيره غلط. اللي هي كلمه يبقى الاولانيه ان المشاريع التي تبنى في مدينتنا ستوفر فرص عمل كثير لكثير من الشباب. وعلاوه على ذلك moreover فانها ستشجع الناس على استثمار اموال. جميل قوي. النقطة اللي بعد كده هتبقى جملة عربي وترجمها للإنجليزي. إذا أردت أن تحقق طموحاتك يجب أن تعمل بجد ولا تمل من المحاولة مرات عديدة. فالكثير من العلماء المشاهير قد فشلوا في تجارب كثيرة في الماضي. ممتاز. لما نيجي نبص للأربع تراجم بيقول لك if you wanted to do your ambitions فتيجي تبص هتلاقي كلمة aspiration برضك بمعنى طموحات. فالناس كلمة غريبة بالنسبة لنا، فمش بالشرط إن في الترجمة لازم أن تكون نفس الكلمة، لا ممكن يجيب لك كلمة مساوية للمعنى بتاعها. جميل. if you wanted to achieve your aspiration تيجي نبص كده نلاقي الأخيرة إن inspiration بتيجي بمعنى إلهام مش طموح، فدي غلط، يبقى استبعدت الأخير. تيجي اللي بعدها if you wanted to achieve your aspiration you should work you should work hard. فبيقول لي في الثانيه you should work with hard حاطط حرف الجر حرف الجر with، فانا كده استبعدت الثانيه، يبقى فاضل لي A و C. if you wanted to achieve your aspiration you should work hard and don't give in ولا don't give up. نقرا فوق يقول لي ولا تمل من المحاوله يعني ما استسلمش، فهنا اقول give in ولا give up؟ اكيد طبعا give up، فالاجابه هتبقى هتبقى C. don't give up trying several times ما تستسلمش انك تجرب مرات عديده. many famous scientists failed in many experiments عديد من العلماء فشلوا في تجاربهم in the past في الماضي. اول سؤال معايا في النوفل بيقول لي how does Santiago feel about opinions of others regarding the marlin. سانتياغو بيحس عن رأي الناس في سمكة المارلين. فهنقول نقول سانتياغو doesn't care
مش همه سانتياغو doesn't care of what other think of Marlin. مش همه رأي الناس فين في المارلين. يبقى سانتياغو doesn't care of what others think of مارلين. مش همه رأي الناس تجاه المارلين. In your opinion what does Santiago means when he says the sea gives and takes؟ كان يقصد بإن البحر بياخد ويعطي. هنقول in my opinion من وجهة نظري ايه اللي بيحصل؟ يقول لك the sea البحر بنقول gives us food بيدينا طعام عشان بنحصل منه على مأكولات بحرية. وفي نفس الوقت يقول لك يقول لك and create البحر بيخلق لنا challenges الكثير من التحديات زي نفس التحديات اللي مر بيها هو بيصطاد سمكة المارلين. جميل. بعد كده سؤال الريرايت يقول لي I finished my homework أنا خلصت الواجب بتاعي then watched my favorite show. هنا جايب لي then فده تسلسل ده استخدامها زي ماضي بسيط ودي ماضي بسيط فطالب مني ان انا استخدم كلمه after رابط زمني بستخدمه في زمن الماضي التام بيجي ورا ماضي تام الطرف الثاني ماضي بسيط. فنشوف اللي حصل اول نحط كلمه after. فالجزء الاولاني اللي حصل I finished my homework خلصت الواجب بتاعي بقول after I احطها في زمن الماضي التام بيكون من had والتصريف الثالث after I had finished my homework بعد ما خلصت الواجب بعدها كوما I watched my favorite TV show. جميل قوي. النقطة اللي بعدها it's rare ده زمن مضارع بسيط it's rare for أحمد من النادر لأحمد to arrive late to school. يبقى عايز يحط كلمة seldom نادرا ده ظرف تكرار بيجي في زمن المضارع البسيط فنقول ظرف التكرار يوضع قبل الفعل الأساسي وبعد الفيرب to be. حلو. فبنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن أحمد. أحمد ظرف التكرار يوضع قبل الفعل الأساسي يبقى seldom نادرا يصل يعني arrive يبقى أحمد seldom arrives ضيف اس طبعا في المضارع ضيف الفعل اس ويس اسمها هي وشو والاسم المفرد arrives late to school نادرا ما بيوصل متأخر للمدرسة. جميل. عندي سي طبعا personal journal entry about life طالب مني مذكرة شخصية عن الحياة فين في المدرسة. جميل. الموديل تيست رقم 2 بيقول لي it can be difficult to أول نقطة it can be difficult to balance school work إن أنا أعمل توازن بين شغل المدرسة with fun activities والأنشطة المرحة والممتعة. the synonym of the word balance توازن عايز مرادف كلمة توازن تبقى stability استقرار imbalance عدم توازن equality مساواة disorder اضطراب chaos فوضى. أكيد طبعا نقول لي stability استقرار طبعا وايكواليتي بنقول مساواة أو تساوي. حلو قوي. النقطة رقم 2 the student were attentive during the guest speakers presentation يبقى الطلاب كانوا حاضرين أثناء العرض التقديمي للضيف. the antonyms of the word attentive are نقط عايز كلمة حاضر بيسألني على التضاد بتاعها alert منتبه focused مركز distracted متشتت inattentive غير منتبه concentrate. قلنا كلمة attentive بتيجي بمعنى حاضر أو منتبه أو ذهنه حاضر فتبقى inattentive وكلمة distracted مشتت. جميل. نقطة بعد كده after a long day يوم at school بعد يوم طويل في المدرسة a quick power nap اللي هي غفوة كان انك تاخد قيلولة كان help نقط your energy تعمل levels يعمل في مستويات الطاقة عندك أكيد طبعا refresh ينعش مستويات الطاقة is highly valued as it shows you value other people's time يبقى اللي هو مقدر بشكل عالي as it shows you value others people's time بتقدر وقت الناس يبقى اسمه البانكتشواليتي ده اسمه الانضباط. جميل. tradition تقاليد ستريس ضغط مود اللي هي الحالة المزاجية أو الوضع. this strong sense الإحساس ده comes from the rich history بيجي من التاريخ الغني of traditions and traditions التقاليد of his family عيلته
يبقى his strong sense of ايه identity اللي هو احساسه بالايه الهويه. جميل قوي. النقطه رقم 4 the choir's beautiful singing created الانشاد الجميل المنشدين ماشي الجميل created a perfect note of voice صوت ماله that filled the whole ملا الصالة. يبقى هنا الانسجام او التوافق فين في الانشاد او الغناء. رقم 5 زينة showed great note by asking a many thoughtful question بعد انها سألت اسئلة عميقة التفكير او مهمة during the science literature اثناء محاضرة العلوم. يبقى زينة showed great اظهرت ايه طبعا curiosity فضول، عندنا disinterest عدم اهتمام، strength قوة، politeness الايه الادب. many companies العديد من الشركات are now using not intelligent بيستخدموا الذكاء ماله to improve customer عشان يحسنوا customer service خدمة العملاء and efficiency والكفاءة. بيستخدموا طبعا الذكاء الاصطناعي بنقول عليه artificial intelligence virtual افتراضي green صديق للبيئة solar خاص بالطاقة الشمسية. they have never not to a foreign country دولة أجنبية before. يبقى they have موجودة ولا never يبقى ده زمن مضارع تام يبقى أنا محتاج التصريف الثالث. they have never traveled عمرهم مسافة. مضارع تام يكون من have أو has والتصريف الثالث. هنا never عشان أعبر عن تجربة سابقة أنا مريت بيها. وتعود دايما لما تلاقي never في نهاية الجملة before في نهاية الجملة على طول خد never. نقطة رقم 8 So high time عندي كلمات تمني، عندي كلمة I wish و it's time و I would rather. لو شفت كلمة منهم يبقى لو بتمنى حاجة في المضارع ارجع خطوة لورا خد زمن ماضي بسيط. لما اتمنى حاجة في الماضي خد زمن ماضي تام. It's a high time you know at taking your studies more seriously. يبقى هنا انا بتكلم في زمن المضارع فلما اتمنى في المضارع ارجع خطوه لورا اخد زمن ماضي بسيط يبقى started. most student معظم الطلاب breakfast before going to school قبل الذهاب للمدرسه. الطلاب هنا جامع فانا ما ينفعش اخد doesn't eat وما ينفعش اخد isn't eating وما ينفعش اخد hasn't لان دول كلهم مفرد. فانا الحاجه الوحيده الفضل لي للجمع في النفي استأنفي في زمن المضارع بدونت او doesn't. ممتاز. النقطه رقم 10 as soon as ده رابط حلو كده. فدايما نقول للطلبه لما يكون عندك رابط زمني في الجمله يبقى طرف مضارع مع مضارع او مضارع مع مستقبل جميل او ماضي مع ماضي. فلما نيجي نقرا الجمله as soon as the bell الجرس the student will leave the classroom ده will مستقبل. فانا لسه بقول لك ايه اللي يجي مع المستقبل تقول لي مضارع. نوع المضارع يا بسيط يا تام. حلو قوي. فبيقول لي as soon as the bell حلو جرس مفرد ولا جمع مفرد. فين المضارع عندك رينج ورينجس يبقى نبقى رينجز نضيف للفعل اس او اس او اي اس. نقطه رقم 11 when writing a personal journal وانت بتكتب مذكره شخصيه you should اعمل avoid expressing personal feeling اتجنب التعبير عن المشاعر الشخصيه. use complex vocabulary and long sentences استخدم كلمات معقده وجمل طويله. write free and flexible structure اكتب بحريه وبناء او تركيب مرن. always include formal greetings and closing دايما احط تحيات رسميه and closing. قال لا طبعا في الجورنال بستخدم write a free and flexible structure تركيب حر ومرن. ماشي. النقطه رقم 12 يقول لك she taught me some cheerful Indonesian greetings علمتني بعض التحيات الاندونيسيه. and in return وبالمقابل I shared few Arabic phrases شاركت بعض العبارات العربية with her معها. this could be written in نقدر ده ممكن ينكتب ب formal business ايميل اعمال رسمي scientific research بحث علمي blog post تدوينه language exam preparation تحضير الامتحان. لا الامتحان لغة قال لك بلوج بوست تدوينه الكتروني. النقطة اللي بعدها الفقرة الثانية يقول لك one day في يوم من الأيام مستر كمال was looking for a water source كان بيبحث عن مصدر للماء for his farm للمزرعة بتاعته as he was starting a new project هو بيبدأ مشروع جديد and expanding his land وبيوسع أرضه. he bought a well اشترى بير. كلمة well بمعنى البئر from his neighbor من جاره مستر ديفيد جاره مستر ديفيد. the next day في اليوم التالي when مستر كمال came to draw water جه يسحب مية from the well من دروب معنى يسحب من البير بتاعه. the neighbor refused جاره رفض to let him take any water انه يديله اي ميه. claiming ذات بيدعي he had sold the well ان هو باع له البير not the water ما باعلوش الميه اللي موجوده جواه. مستر كمال was a kind man كان راجل طيب
so he didn't fight ما تقاتلش معاه. he went to the mayor راح للعمدة. mayor بمعنى الايه العمدة to ask for justice عشان يطلب العدالة. he explained what had happened شرح له اللي حصل. the mayor called فهيم نده على شخص اسمه فهيم one of his 9 wisest helpers واحد من التسعة المساعدين الحكماء بالنسبة له. واحد من 9 حكماء شغالين معاه. فهيم processed to question the neighbors. يقول لك بدأ يتناول يسمع أسئلة الجار. why don't you let Mr. كمال take water from the well. قال له ليه ما تسيبش مستر كمال ياخد ميه من البير. you did sell the well. انت بالفعل بعت له البير to the farmer للفلاح so he can draw water at any time. يقدر يسحب منه اي ميه. the neighbor replied. الجار رد قال له فهيم I did sell the well. انا بالفعل بعت له البير للفلاح but not the water. ما بعتلوش الميه اللي موجوده جواه. he has no right to draw water from the well. ما عندوش اي حق يسحب ميه من البير. فهيم said قال له قام قايل له look انظر since you sold the well you have no right to keep the water in farmer's well. من ساعة لأن كلمة since هنا معنى لأن أنت بعت البير مالكش حق في المية اللي موجودة جوه البير بتاع الفلاح. either you pay rent to the farmer يا إما تدفع فلوسك تأجر للفلاح المية من الفلاح or take it out immediately أو تسيب له البير. realizing that his plan had failed أدرك ديفيد إن خطته فشلت. مستر ديفيد apologized اعتذر and went home وراح البيت. the mayor ordered his men أمر رجاله to find him يغرموه for being cunning لكونه شخص مخادع. كلمة cunning بمعنى مخادع. أول نقطة معايا why did مستر كمال want a source of water. ليه عايز مصدر للماء. to buy animals عشان يشتري حيوانات. to dig a canal يحفر قناة. expand his land يوسع أرضه. for building a factory يبني مصنع. لا طبعا تبقى expand his land يوسع يوسع أرض. the underlying word draw هنا معناها انت عارف كلمة draw بمعنى يرسم كمان تيجي بمعنى يسحب زي انك تسحب درج او تسحب الماء من البير. فبيقول لك the underlying word draw means معناها bring ولا squeeze يعصر spill يسكب dry يجفف. يبقى bring بمعنى يجلب الماء من البير. رقم 3 مستر ديفيد refused to allow مستر كمال to draw water. رفض ان مستر كمال يسمح مستر كمال انه يسحب ميه. ليه يا عم؟ the water is polluted الميه ملوثه. the well is dangerous البير خطير. he sold the well only باع له البير بس. he doesn't know مستر كمال هو بيدعي ان هو باع له البير بس وما باعلوش الميه اللي جواه. فهيم ده the mayor's brother اخو العمده. مستر ديفيد انمي عدو. بيقول لك the major assistant مساعد الميور ولا مستر ديفيد انمي عدوه ولا مستر كمال فريند. لا ده واحد من ال9 الحكماء اللي شغالين مع العمده فاسيستنت مساعد. which sentence is not correct من الجمل التاليه ليست صحيحه. فهيم give the will back to Mr. David. فهيم رجع البئر لديفيد. the mayor punished Mr. David. العمده عاقب ديفيد. David is a cunning person شخص مخادع. the mayor have 9 assistant عنه. فبيسألني أي من الجمل ليست صحيحة. فاحنا بنقول فهيم give the will back to Mr. David. لا ما رجعوش لمستر ديفيد. فدي الجملة الغلط. فعلا العمدة عاقبه. ديفيد شخص مخادع. العمدة عنده 9 مساعدين. فدي الجملة الوحيدة اللي هي اللي احنا قلنا عليها. دي الجملة الغلط الوحيدة. جميل. فهيم judged that حكم مستر ديفيد had to ان مستر ديفيد لازم حكم بايه sell his land to مستر كمال يبيع ارضه لمستر كمال. dig another well يحفر بير جديد. give some pieces of gold to مستر كمال يعطي مستر كمال بعض قطع الذهب. get his water out at once يخرج الميه بتاعته يبقى get his water out at once. يقول له هو طلب منه قال له انت بعت له البير يا اما تأجر منه الميه يا اما تخرجها من البير تخرجها من البير. يبقى get his water out at once. جميل. the best title for this passage افضل عنوان للفقره is فهيم and the mayor. فهيم والعمده. cunning never wins الخداع عمره ما بيفوز. مستر كمال and his friends مستر كمال واصدقائه. مستر ديفيد intelligence ذكاء مستر ديفيد لا طبعا. cunning never wins الخداع عمره ما بينتصر او يفوز.
بعد كده سؤال الترجمة. To have health or wealth is the question that all people seek for its answer. But having wealth doesn't matter while lying in bed. حلو قوي. يقول لك أن تتمتع بالثروة أم المال، أن يكون لديك ثروة أم مال، أن تحظى بالصحة أم أم المال، أم تحظى بالصحة من المال. جميل. يقول لك هذا هو السؤال الذي يسعى الجميع وراء الإجابة، ولكن الثروة لن تكون نافعا عند وضعك. أنا ما حدش هيضعني فين في السرير. المفروض كلمة lie ده فعل بمعنى فعل بمعنى يركض أو يستلقي. حلو. أن يكون لديك الثروة أو المال، هذه هي المعادلة. هو بيقول لي this is the question، هو ده يقول لك is the question هو السؤال. فكلمة معادلة أصلا بمعنى formula. أن تحظى بالصحة أم المال، هذا هو السؤال الذي يسعى الجميع وراء الإجابة. ولا الثروة لن تجدي نفعا لكي تحظى الصحة أم المال. هذا هو السؤال الذي يسعى الجميع وراء الإجابة عنه. كلمة الصحة هنا طبعا غلط. هو بيقول لك لكن الثروة لن تجدي نفعا عند ركودك فين في السرير. في الإجابة هتبقى سي. نقطة بعد كده إن الاهتمام بصحة أولادنا يجب أن يكون من أولويات حياتنا، فيجب علينا أن نتبع برامج غذائية تفيد أجسادهم وعقولهم. الاهتمام بصحة أولادنا يبقى attention for our children health. ماشي. caring of our children health. caring for our children's health. يقول لك caring for our children health must be in our lives priorities. حلو. فاحنا قلنا بالضروره مش لازم ان يكون الكلمه هي نفس الكلمه، ممكن يكون جايب لك معنى تاني. يبقى attention for the children health must be in our lives priorities. جميل. take care our children health must be in our lives first. يبقى النقطة اللي بعد كده caring for our children health must be in our first aid. first aid بمعنى إسعافات أولية، وفيرست هنا ما تنفعش، فأنا ببقى عايز priorities بمعنى أولويات، إنه يبقى فاضل لنا الأولى والأخيرة. we should follow food programs، نتبع برامج برامج الطعام، ولا follow nutrition programs. أو طالب مني نتبع برامج تغذية، ففود programs ما تنفعش، فالمفروض الصح بتاعها تبقى follow nutrition program. هتبقى الإجابة دي. أول سؤال في النوفل بيقول لي why do you think the fishermen argue about the fish size and weight. ليه الصيادين بيتجادلوا بخصوص حجم ووزن السمكة؟ هنقول they argue، هم بيتجادلوا. they argue بيتجادلوا because بسبب ايه يا عم؟ احنا بنتكلم ذا marlin size، بسبب حجم السمكة. the marlin's size هنقول was unbelievable، كان لا يصدق. حجم السمكة كان لا يصدق. جميل قوي. how does Santiago حط الكوخ بتاعه reflect his life and personality. جميل. يقول لك نقول his حط الكوخ بتاعه reflect ذات بيعكس لنا his life، إن حياته was humble، كانت متواضعة، and he lived a hard كان بيعيش a hard life، كان بيعيش حياة صعبة. جميل. سؤال الريرايت بيقول لك he didn't attend the interview early، ما حضرش المقابلة بدري because he wanted to prepare first، إنه عايز يجهز أولا. فطالب مني أحط until دايما ده رابط till أو until بيجي قبلهم ماضي بسيط منفي، الطرف الثاني بيبقى زمنه الماضي ماضي تام، يعني تحط في نص الجملة. فبيقول لك he didn't attend the interview because he wanted to prepare first، يبقى هو عايز يعمل الأول، عايز يجهز، يبقى الطرف الثاني هيبقى الجزء الثاني من الجملة. يبقى ننفيها نقول بقى نفس النظام he didn't attend the interview، ما حضرش المقابلة early مبكرا، نحط until he بدل ما هي زمن ماضي بسيط خليها زمن ماضي تام had wanted to prepare first، لما يجهز الأول. حلو قوي. يبقى until قبلها ماضي بسيط منفي، الطرف الثاني زمن ماضي تام. النقطة اللي بعد كده usually ده ظرف تكرار بمعنى عادة، فبنقول ظرف التكرار يوضع قبل الفعل الأساسي وبعد verb to be. my friend is in the habit of checking his email، يبقى صديقي لديه عادة فحص الإيميلات كل صباح، فنقول my friend صديقي ماله عامل صديقي، نقول عادة. ظرف التكرار يوضع قبل الفعل الأساسي، يبقى usually يفحص it checks
دايما بيفحص ايه his emails، بيفحص ايميلاته every morning، كل صباح. جميل. طالب مني اكتب بلوج بوست تدوينه about the importance of respecting elderly، اهميه احترام كبار السن. ممتاز. النموذج الثالث عندي اول نقطه بيقول لي it's important to appreciate the effort your teacher put into helping، تقدر الجهد اللي بيبذله المدرسين helping you learn في يساعدك على التعلم. the synonym of the word appreciate يقدر، ان انا اقدر عايز معنى كلمه يقدر احترم، يبقى كلمه value طبعا بمعنى يقدر. حلو جميل. يبقى disrespect لا احترم، لا دي ما تنفعش. admire يعجب. underestimate يبخس من قيمه، دي ما تنفعش بردك. ignore ما تنفعش. استخدم كلمه كلمه admire. يبقى value يقدر، admire يقدم الاعجاب او يعجب بيه. نقطة رقم 2 my cousin lives in a distant country، بيعيش في بلد بعيدة. so we only see each other once a year، بنشوف بعضنا مرة فين؟ مرة في السنة. يقول لي the antonyms of the word distant، عايز هنا التضاد نركز بالله عليكم. التضاد يبقى مضاد بعيد، يبقى حاجة بعيدة، يبقى عكسها حاجة قريبة. يبقى near بمعنى قريب، وclose بمعنى قريب. far وريموت بعيد، وبرايت بمعنى سطح. جميل. اول سؤال معايا نختار اختيار واحد. her noble personality makes her a great leader for the school the fundraising committee، لجنه تجميع الاموال. فنقول her unique personality، شخصيتها ديجيتال بمعنى رقمي. mental ذهني. private خاص. السؤال الثاني engineers المهندسين are developing new، بيطوروا panels الواح to provide affordable electricity، عشان يوفروا لنا كهرباء ممكن تحمل نفقاتها to remote villages القرى البعيدة. يبقى virtual panels الواح افتراضية، ولا solar panels الواح طاقة شمسية. natural طبيعي ديلي، فأكيد solar panels. after winning the science fairs، بعد الفوز بمعرض العلوم she felt incredible، حست لا يصدق of her hard work، لعملها الجاد and dedication وتفانيها. يبقى meaningful ولا attentive منتبه. brave مختصر. proud يبقى incredible حاسس بالفخر of her hard work، حاسس بالفخر بشغلها الجاد. جميل. نقطة رقم 4 moving to a school، انتقال لمدرسة can sometimes make it hard، بيبقى من الصعب to feel a sense of انك تحس احساس يبقى انك تنتقل من مدرسه لمكان جديد بحس انك شخص غريب. فهنا a sense of belonging الاحساس بالانتماء. كلمه belong بمعنى ينتمي الى، belonging الانتماء. لو ضفت لها belongings بتيجي بمعنى الممتلكات. نقطه رقم 5 the student work together، اشتغلوا مع بعض to not a short play، مسرحيه قصيره for the school talent show، عرض الموهوبين في المدرسه. reflect ولا memorize ولا perform ولا restore. هنا بنقول بريفورم بمعنى يؤدي. كلمة دو بتساوي بريفورم، بتساوي كوندكت، بتساوي كاري اوت، بتساوي اكت، معنى يؤدي او يجري او يفعل او ينفذ. النقطة رقم 6 having not allows you، امتلاكك بيسمح لك to understand انك تفهم and share the feelings of other person، تفهم شعور الاخرين. يبقى having يبقى ما دام هفهم شعور الاخرين يبقى انا عندي تعاطف empathy. curiosity بمعنى الفضول. goods بمعنى البضائع. translation بمعنى الترجمة. نقطة رقم 7 by the time بمرور الوقت the museum المتحف opened تم افتتاحه. the staff هيئة العاملين all the artifacts carefully. يبقى by the time بيجي وراها زمن ماضي بسيط. الطرف الثاني يبقى زمن ماضي ماضي تام، يبقى had arranged. by the time وراها ماضي بسيط، الطرف الثاني ماضي تام، حدوث شيء قبل آخر. النقطة رقم 8 has talk as if she knows everything about the topic but she is accurately knows very little. نهال بتتكلم وكأنها عارفة كل شيء بخصوص الموضوع. يعني مش لسه تعرف، هي عارفة كل شيء بخصوص الموضوع but she actually knows very little، لكن تعرف القليل. يبقى هنا ناخد بعد ما دام بعد as if يبقى نستخدم زمن ماضي بسيط، يبقى as if she knew everything، وكأنها تعرف كل شيء مسبقا. فهنا نستخدم زمن ماضي ماضي بسيط. بقى مضارع مع مضارع ما ينفعش ناخد ناخد ماضي. نقطة رقم 9 أمنية to the gym every Monday and Thursday after school، كل يوم 2 وكل يوم 3 يبقى دي عادة. يبقى أنا أستخدم العادة، يبقى أستخدم جوز زمن مضارع مضارع بسيط. أضيف الفعل اس ويس وأي، اسمع هي وشي وإت والاسم المفرد. ذا فيلم نقط so let's wait for the next show، نستنى العرض نستنى العرض التالي. يبقى the film so let's wait for the next show. يبقى hasn't yet started ولا has just started بدأ
ولا isn't starting ولا was starting. يبقى دام انا هستنى العرض الثاني يبقى هو اصلا بدأ، يبقى انا النفي هحذفه طبعا. يبقى had just started ولا was starting؟ لا، يبقى انا ايه had just started بدأ. Writing this down helps me see how much progress I have made. التدوين writing this down ان انا ادون الشيء ده بيعرفني قد ايه اني تقدمت في الموضوع. This sentence serves as بتقدم كانها a reflection of feeling or lesson learned، كتأمل او انعكاس او توضيح لشعور ما او درس انت اتعلمته. Description of a daily routine، وصف روتين يومي. Question about future event، سؤال عن احداث مستقبليه. Formal conclusion، خاتمه رسميه اوف ان اي سي. لا، ده ريفليكشن، ده حاجه انا اتعلمتها، يبقى او درس او شعور انا حاسه. كل لما بسجل انا عملت ايه بشوف انا كنت فين وبقيت فين. حلو قوي. جميل. السؤال رقم 12. This friendship، الصداقه دي has helped me، ساعدتني grow more open minded، ان انا اكثر اكون منفتح ذهنيا. respectful، محترم يعني بحترم الناس. and confident، واثق بنفسي. in blog post في التدوين this sentence serves as، بنقدمها انها description of a daily routine، وصف روتين يومي. question to the readers، سؤال للقراء. reflection on personal growth، تامل او تفكير او انعكاس للنمو الشخصي. formal introduction، فاكيد هتبقى reflection on personal growth. معانا سؤال القطعه. اول حاجه معايا في القطعه نقرا الفقره. يقول لي Sophia was first activated on February 14 2016، تم تفعيلها 14 فبراير سنة 2016 and made its first public appearance، وعمل أول ظهور ليها in the mid-March 20 في منتصف شهر مارس 2016 at South by Southwest in Austin، في احتفال South by Southwest in Austin في مدينة أوستن تكساس in United States في الولايات المتحدة. The robot modeled after the ancient Egyptian queen Nefertiti. الروبوت ده معمول على شكل النموذج بتاع الملكة نفرتيتي. is known for its human like، معروف بشكلها البشري، appearance، مظهرها البشري، and behavior compared to previous robotic variant، باختلافها عن نماذج الانسان الآلي السابق. As of 2018 في 2018 Sophia's architecture includes scripting softwares، من ضمن تصميماتها كانت بتشمل كتابة البرامج، chat system، أنظمة البرمجة، and AI system، وأنظمة الذكاء الصناعي design for general reason، اتصممت لأسباب عديدة. Sophia uses speech recognition، بيستخدم تعريفات تكنولوجيا التعرف الصوتي from Alphabet Inc، من شركة اسمها Alphabet Inc، which is a parent company of Google. هي الالفابت انك دي الشركه الام لشركه جوجل. as it's designed to get smarter over time، اتصممت عشان تبقى اكثر ذكاء بمرور الوقت. its speech ability، قدرتها على الكلام is provided by a text to speech engine، من خلال محرك النصوص او خطابي as and also allows it to sing، بيسمحوا لها انها تغني. Sophia's intelligence software، برنامج الذكاء الاصطناعي بتاعها is designed by Hanson Robotics، تم تصميمه بواسطة Hanson Robotics. The AI program analyzes conversation، برنامج الذكاء الاصطناعي بيحلل محادثات and extracts data، وبيستخرج البيانات that allows it، بيسمح لصوفيا to improve response، تحسن الردود بتاعتها in the future، في المستقبل. Sophia was designed to be a suitable companion for elderly at nursing homes، اتصممت عشان تبقى رفيق مناسب لكبار السن وتمريضهم داخل المنزل. or to help crowds، او نساعد الحشود at large events، في الاحداث الضخمه or parks، او الركنات والحدائق الضخمه. The company has said، الشركه بتقول they hope that the robot can ultimately interact with other humans، انه يقدر يكون لديه قدره على التفاعل مع الاخرين sufficiently، بكفاءه to gain social skills، عشان يكتسب مهارات اجتماعيه. Sophia is marketed، بيتم تسويقها as social robot، كروبوت اجتماعي that can mimic social behavior، يقدر يقلل السلوك الاجتماعي and induce feeling of love and humans، ويبث شعور الحب عند البشر. اول سؤال معايا بيقول لي Sophia is not Egyptian prince، اميره مصريه، سعودي كوين، ملكه مصريه، روبوت ولا هيومن؟ اكيد طبعا دي عباره عن عن روبوت. Sophia can imitate، صوفيا تقدر تقلد مين؟ as is very remarkable
this is very remarkable ده بارز compared to others مقارنة بالآخرين. human expression تعبيرات البشر، footballers لاعبي كرة القدم، insults الإهانات اللي هي الشتايم، humans muscles عضلات البشر. قال لك لا ايه human expressions مشاعر الايه او تعبيرات الايه تعبيرات البشر، تعبيرات مش المشاعر. رقم 3 the not is Sophia's work في أعمال صوفيا on the general reason ايه reasoning أسباب ايه عامة. يبقى the not is Sophia works on the general reasoning chat system نظام الدردشة text to speech scripting software ولا AI system. هتبقى AI system اللي هو نظام الذكاء الايه الصناعي. رقم 4 what is the alphabet inc INC لسه قايلين ان دي الشركه الام بتاعت مين؟ بتاعت جوجلز. يبقى صوفيا's homeland موطن صوفيا، جوجلز كلاينت عميل عند شركه جوجل، جوجلز هيد كومباني الشركه الام، صوفيا's ديكشنري قاموس بتاع صوفيا. فهتبقى الاخيره ايه جوجلز هيد كومباني. نقطه رقم 5 صوفيا كان توك because the AI program تقدر تتكلم لان انظمه الذكاء الاصطناعي stores answer بتخزن الاجابات for a short time لمده اقصر، analyze conservation بتحلل محادثات and produce answers وبتنتج اجابات، cheats answer بتغش الاجابات، reads people صوت بتقرا الافكار. لا تبقى رقم بي analyze conversations بتحلل المحادثات to produce answers عشان تنتج اجابات. سؤال رقم 6 صوفيا is meant to مقصود بيها روبوت بانك. يبقى روب بانك تسرق بنوك، بي لايك نيرسز تبقى زي الممرضات، توك تو تشيلدرن تتكلم مع اطفال، تيتش دكتورز لا تبقى زي الايه روبوت اجتماعي يبقى زيه زي الممرضه. ذا بيست تايتل فور ذيس باسج افضل عنوان للفقره دي ذا انبليفبل صوفيا التي لا تصدق او المذهله، كراودز الحشود، هانسون روبوتكس شركه هانسون روبوتات، نيرسز كان بي ريبليست لا هتبقى طبعا ايه انبليفبل ايه صوفيا. السؤال اللي بعده بيقول لي سؤال ترجمه you should do exercise for 10 minutes تعمل تمارين لمده 10 دقائق in the morning في الصباح to preserve your body's flexibility عشان تحافظ على مرونه جسمك and activity ونشاط. just walking to work may help مجرد المشي ممكن يساعدك. يجب عليك ان تمارس الايه التمارين you should do exercise يبقى تمارس التمرينات لمده 10 دقائق صباحا. يجب عليك ان تفعل الرياضه لمده 10 دقائق صباحا لتقوى جسدك. يجب عليك ان تمارس التمارين لمده 10 دقائق لتحافظ على ايه؟ على جسدك، على نشاط ومرونه جسدك. فنيجي واحده واحده كده استخدم should والفعل في المصدر. should do exercise كلمه exercise هنا ده مش فعل، ده هنا ايه؟ اسم بمعنى ايه؟ تمرين. حلو. يبقى يجب عليك ان تمارس رياضه لمده 10 دقائق لتحفظ to preserve your body's flexibility تحفظ على نشاط ومرونه جسدك. عليك ان تفعل التمارين لمده 10 دقائق او افعل لا لازم ايه افعل التمارين فدي غلط. يجب ان تفعل التمارين او تمارس التمارين تفعل الرياضه غلط. يبقى فاضل لي 2 A و D. يجب عليك ان تمارس التمارين لمده 10 دقائق صباحا لتحافظ ولا تحفظ نشاط ومرونه جسدك فقط. فمجرد المشي الى العمل يمكنه ان يساعد في ذلك. يبقى احنا هنا بنقول ايه ما ينفعش نقول تحفظ، يبقى اللي تحافظ على نشاط ومرونه جسدك. بيقول لي فقط هنا بمعنى only، هو هنا حاطط لي بيقول لي just هنا مش بمعنى فقط، فهنا فبمجرد. حلو. تبقى الاجابه ايه؟ تبقى الاجابه دي. حلو قوي. ادي كده السؤال اللي بعده. على الرغم من ان السفر بالطائره اسرع واكثر راحه الا ان بعض الناس يفضلون السفر بالقطار للاستمتاع بالمناظر الطبيعيه. حلو قوي. على الرغم من يبقى حاجه بتعبر عن التناقض unless بمعنى is. نيجي هنا مثلا although جاي وراها جمله unless دي هنا ايه بمعنى اذا لم، فطبيعي ما تنفعش. ان spite of بيجي وراها اسم او فعل مضاف ل ing. since بمعنى ايه؟ since بمعنى لان هنا في بدايه الجمله ما تنفعش. يبقى انا فاضل لي ايه وسي. although traveling by plane is faster in spite traveling by plane is faster. in spite دي المفروض يجي وراها اسم او فعل مضاف ل ing فدي غلط. although جاي وراها ايه جمله كامله فالطبيعي الاجابه هتبقى ايه؟ حلو قوي. اول سؤال how does Santiago carry this mast on his shoulders؟ شايل الصاري بتاعه على كتفه. and what does it represent؟ وده بيمثل لنا ايه؟ فنقول ايه يقول لك he carries كان شايل carries it with exhaustion إرهاق representing بيمثل لنا his burden العبء اللي هو كان ايه
كان متحمله. حلو كده. and challenge تحديات. النقطة رقم 2 the last time I visited my old town was a year ago كان من سنة فاتت. فعايز استخدم كلمة anymore قلنا ما بتجيش إلا في زمن المضارع، هي كلمة no longer و anymore any longer في زمن المضارع عشان تعبر عن عادة فين في الماضي. كلمة any longer و anymore ما بيجوش إلا في نهاية الجملة المنفية. فنقول the last time I visited my old town was a year ago، يبقى عايز أنفي في زمن المضارع هستخدم زمن مضارع بسيط، يبقى I don't أنفي don't طبعا في المضارع I don't visit أنا ما زرتش I didn't visit my old town لم أقعد أزور بلدتي القديمة anymore. بس anymore تيجي في نهاية الجملة المنفية وتيجي في زمن المضارع. جميل. طالب مني إن أنا أكتب say من 150 كلمة difficulties that may face tourists in Egypt المصاعب أو التحديات اللي ممكن تواجه السياح فين في مصر. وقلنا طريقة كتابة المقال موجودة طبعا هسيبها لكم فين في الديسكريبشن تحت الفيديو. أول سؤال معايا في موديل 4 the children felt energetic حسوا بالحيوية after playing outside in the fresh air بعد ما لعبوا بره في الهواء المنعش. the synonym of the word energetic عايز مرادف كلمة حيوي. أول كلمة معايا كلمة lively أكيد طبعا energetic هي نفس كلمة lively. boring لأ، lazy لأ، boring ممل وليزي كسول. tired متعب، active نشيط فأكيد طبعا نشيط أو نشط active يبقى lively وactive. سؤال رقم 2 showing empathy انك تظهر التعاطف is important for good relationship مهم للعلاقات الجيده. the antonyms of the word empathy عايز اظهر التعاطف، عايز التضاد، انا بتعاطف مع شخص يبقى التضاد بتاعها يبقى understanding لا، يبقى indifference لا مبالاه، انا منفض للشخص اللي موجود قدام. sympathy تعاطف لا. cruelty قسوه compassion رحمه او تعاطف طبعا اكيد بظهر القسوه يبقى indifference لا مبالاه وcruelty القسوه. السؤال اللي بعد كده a high level of physical knowledge is essential for athletes مهم للرياضيين competing at national level اللي بينافسوا على مستوى قومي. يبقى high level of physical المدني عايز اقول لياقه بدنيه فاكيد طبعا fitness بمعنى لياقه. high level of physical fitness is essential for athletes. النقطه رقم 2 the constant noise الضوضاء المستمره from the construction site من موقع البناء is the major source هو مصدر رئيسي of نقط for the student trying to study من الطلاب اللي بيحاولوا يذاكروا. a source of fitness ولا stress يبقى ضوضاء مستمرة يبقى عاملة لي ضغط يبقى stress. كلمة fitness لياقة reward مكافأة rhythm بمعنى سجع والجناس أو الموسيقى الشعرية. نقطة رقم 3 our نقط left behind tools ساب وراء أدوات and stories وقصص that help us understand خلينا نفهم how they lived كانوا بيعيشوا. مين اللي ساب الحاجات دي؟ دول أسلافنا اللي هم الانسستر memories ذكريات children أطفال audiences جماهير. حلو. نقطة رقم 4 the two countries البلدين have lived in نقط for many years عاشوا فيه لسنوات عديدة focusing on trade بتركز على التجارة and culture exchange والتبادل الثقافي. يبقى عاشوا في يبقى أكيد بيس عاشوا فيه سلام belonging انتماء enthusiasm حماس immunity بمعنى العداوة. النقطة رقم 5 the mural اللوحة الجدارية was made to نقط soldiers الجنود who fought for our great country اللي بيحاربوا عشان بلدنا العظيمة. يبقى was made to اللوحة اتعملت عشان يخلد ذكرى يبقى commemorate بمعنى يخلد يخلد ذكرى الجنود اللي كانوا بيحاربوا. حلو قوي. نقطة رقم 6 the company offered its employees عرضت على الموظفين بتاعها paid نقط to help them develop new technical skills عشان يطوروا مهارات تقنية جديدة. حلو. يبقى paid دفعوا بقى يبقى the company offered its employees paid training تدريب مدفوع لان delivery بمعنى توصيل جروس نمو achievement انجاز. نقطة رقم 7 I not my grandmother جدتي since the last summer من الصيف اللي فات and I missed her a lot وانا مفتقدها كتير يبقى انا ما شفتهاش يبقى هستخدم زمن مضارع تام يبقى didn't visit يبقى haven't visit ولا يقول لي since وراه فترة زمنية بستخدم زمن مضارع تام I haven't visited. جميل. النقطة اللي بعدها رقم 8 the student الطلاب the classroom الفصل until they had لسه قايل لك until بيجي قبلها ماضي بسيط منفي الطرف الثاني زمن ماضي تاني إذا ده ماضي تاني بقى عندي ماضي بسيط منفي يبقى أقول لك the student weren't leaving the classroom ولا couldn't leave the classroom ما يقدروش يغادروا الفصل فنقول couldn't leave the classroom ما يقدروش يغادروا الفصل إلا لما يخلصوا الامتحان. حلو قوي. ما ينفعش احطها في زمن مستمر هنا
رقم 9 the train from Alexandria القطار من اسكندرية at platform 3 every morning. يبقى دي جداول المواعيد. الجداول المواعيد بستخدمها عشان تعبر عن المستقبل مع السينما والمسرح والتلفاز، قطارات، طائرات، سيارات، مواعيد الفتح والغلق، مواعيد الحصص والامتحانات. بستخدم زمن مضارع بسيط يبقى arrives. جميل. we no longer لسه قايل no longer و no longer و anymore بستخدمها في زمن المضارع عشان تعبر عن عادة فين؟ في الماضي. no longer بيجي وراها اثبات في زمن المضارع يبقى we go. حلو قوي. نقطة رقم 11 in her journal entry في مقدمة المذكرة journal مريم writes I have كتبت قالت I have started a new exercise routine. بدأت روتين تدريبي جديد and I have been waking up early. كنت بصحى بدري. This show she is writing about بتكتب عن future plan خطط مستقبلية. best habit عادة شخصية. no longer exist ما عادتش موجودة. يقول لك recent changes تغيرات and ongoing habit وعادات مستمرة. imaginary experiences أنا بالنسبة لي الزمن اللي بستخدمه I have started new شيء حدث في الماضي وما زال مستمر حتى الآن. I have been working زمن مضارع تعمل الحاجة لسه مستمرة يبقى recent changes تغيرات حديثة and ongoing habits. حلو قوي. جميل. النقطة رقم 12 when writing a blog post لما أكتب تدوينة about a cross cultural experience تجارب ثقافية you should أعمل avoid sharing personal feeling أتجنب مشاركة الشعور الشخصي. share real experiences and reflection أشارك تجاربي وتأملاتي. use only formal vocabulary استخدم كلمات رسمية. write without any greeting and conclusion. قال لك لا share real experiences and reflections. يلا سؤال القطعة بيقول لي eating a balanced diet إنك الأكل بنظام غذائي متوازن is essential for maintaining good health. شيء ضروري عشان تحافظ على صحة جيدة. healthy diet نظام غذائي صحي should include a variety of food لازم يبقى فيه تنوع في الطعام such as fruit زي الفاكهة vegetables خضروات proteins البروتينات and all grains وكل أنواع الحبوب. These foods الأطعمة دي provide the body with essential nutrients بتمد الجسم بمواد غذائية ضرورية that help in growth بتساعد في النمو. energy production إنتاج الطاقة and disease prevention والوقاية من الأمراض أو منع الأمراض. many health problems والعديد من المشاكل الصحية such as obesity زي زيادة الوزن diabetes مرض السكري أو مرض السكر and heart disease وأمراض القلب are linked to unhealthy eating habits مرتبط بعادات صحية غير صحية في الأكل. consuming too much fast food استهلاك طعام سريع تاكله من بره sugary drinks مشروبات سكرية and processed snacks ووجبات خفيفة معالجة can lead to serious health issues تؤدي لمشاكل صحية خطيرة. on the other hand على النقيض أو من ناحية أخرى eating natural fresh food إنك تاكل طعام طبيعي وصحي وطازج can help maintain a strong immune system ده بيساعدك في تقوية الجهاز المناعي and keep the body in good shape ويخلي جسمك في شكل جيد. Parents play an important role in shaping their children eating habits. والوالدين بيلعبوا دور أساسي في تشكيل عادات الأكل عند أطفالهم by preparing home cooked meals إنهم يحضروا لهم وجبات مطبوخة جوه المنزل and encouraging healthy snacks ويشجعوا الوجبات الصحية. they help the children develop بيساعدوا أطفالهم develop good dietary practices تطوير ممارسات غذائية جيدة from an early age من سن مبكرة. schools are contribute by providing nutritious meals. المدارس برضك بتساهم بأنها بتقدم وجبات غذائية أو صحية and educating students وبتعلم الطلاب about healthy eating على الأكل الصحي. أول سؤال بيقول لي a balanced diet should include النظام الغذائي المتوازن لازم يبقى فيه all the fruits and vegetables فاكهة وخضار بس variety of nutritious food تنوع من الطعام المليء بالمواد الغذائية. أكيد هتبقى رقم 2 fast food طعام سريع لا sugar drinks مشروبات سكرية لا. سؤال رقم 2 according to the passage طبقا للفقرة eating unhealthy food أكل طعام غير صحي can lead to هيؤدي إلى better health صحة أفضل weight loss خسارة الوزن serious disease أمراض خطيرة strong muscles أكيد طبعا هيؤدي إلى serious diseases أمراض خطيرة. The underlying word essential is close in meaning. essential بمعنى ضروري قريبة في المعنى حاجة ضرورية unnecessary غير ضروري vital حيوي optional خياري harmful ضار أكيد vital حيوي أو مهم. نقطة رقم 4 parents help children eat healthily بيساعد الأطفال يأكلوا بشكل صحي من خلال إن هم giving them fast food يدوا طعام صحي
preparing fresh meals at home، يجهزوا الوجبات طازجه داخل المنزل. allowing them to eat whatever they want، اسمح لهم ياكلوا اللي هم عايزينهم. making them eat less food، ياكلوا طعم اكل. يبقى لا، اعمل لهم ايه؟ preparing fresh meals at home، اجهز لهم وجبات جوه البيت. the passage mainly focuses on، بتركز على the benefit of fast food، فوائد الطعام الصحي. اكيد طبعا غلط. the role of exercise in staying healthy، دور التمرين في كونك صحي. importance of healthy diet، اهميه نظام غذائي صحي، اهميه نظام غذائي صحي. different types of food، طبعا دي لا ودي لا، فهنستخدم ايه؟ the importance of healthy diet، اهميه النظام الايه؟ الغذائي. جميل. النقطه رقم 6 the underlying pronoun زي، الضمير زي بيعود على مين؟ نرجع نقرا الضمير زي. يبقى انا عندي هنا الضمير ايه؟ الضمير زي يقول لي زي help children develop ايه؟ good dietary. يبقى الجمله اللي قبلها بيتكلم عن مين؟ by preparing homemade parents play. الباراجراف كله بيتكلم عن الايه؟ عن الاباء. يبقى كلمه زي عايده على مين؟ على البيرنتس اللي هم ابائهم. يبقى الضمير زي refers to parents، تشير للوالدين. what role do school play in encouraging healthy eating؟ المدرسه بتلعب دور في تشجيع الطعام الصحي. زي serve only fast food، بيقدموا طعام سريع. زي ban all snacks، بيمنعوا كل الوجبات الخفيفه including healthy ones، من ضمنها الصحي. زي allows the student، بيسمحوا للطلاب to eat anything they want، ياكلوا اللي هم عايزينه. they provide nutritious meals and educate students، بيعلموا الطلاب ويثقفوهم انهم ياكلوا وجبات ايه؟ غذائيه وايه؟ وصحيه. حلو قوي. النقطه اللي بعد كده الترجمه. بيقول لي اول نقطه many experts، العديد من الخبراء believe that، بيؤمنوا artificial intelligence، الذكاء الاصطناعي will play a major role، هيلعب دور رئيسي in the future، في المستقبل، ومستقبل الطب والميديسن. AI can help doctors ايه؟ يساعد الاطباء diagnose diseases، يشخصوا امراض faster، اسرع and more accurately، واكثر دقه. يعتقد العلماء ان الذكاء الاصطناعي، هو بيقول لي علماء، هو هنا قال ايه؟ experts يعني خبراء، فاكيد طبعا كلمه علماء غلط. يعتقد العلماء، يعتقد العديد من الخبراء ان الذكاء الاصطناعي حلو سيلعب دور هام ولا سلبي. احنا هنا بيقول ايه؟ intelligence will play a major role، دور رئيسي. فما ينفعش اقول ان الدور ايه؟ دور سلبي، سيؤثر سلبا، لا، سيلعب دور هاما. فالاجابه هتبقى ايه؟ تبقى بي. حلو قوي. النقطه اللي بعد كده، نقطه رقم 2 في الترجمه. استطاعت اليابان ان تبهر العالم من خلال اختراعاتها في مجال الروبوتات. من المفترض ان تقوم هذه الروبوتات بالمهام التي يصعب على الانسان القيام بها. حلو. فبيقول لي كود جابان امبريس، بادئ بكلمه ايه؟ كود. استطاعت، ابدا بكود من غير فاعل. طب فين الفاعل؟ يبقى اول واحده غلط طبعا. جابان كود امبريس تبهر، ماشي. كونفيوز، طبعا كلمه كونفيوز غلط، فانا فاضل لي بي وايه ودي. جابان كود امبريس ذا وورلد باي اتس فيكلز، بمركباته، ولا ثرو اتس انفنشن، عبر اختراعاته. هنقرا فوق اختراع من خلال ايه؟ اختراعاتها. فالاجابه هتبقى دي غلط طبعا، فالاجابه هتبقى ايه؟ بي. كود امبريس ذا وورلد ثرو اتس انفنشن، عبر الايه؟ اختراعات. اول سؤال في النوفل بيقول لي واي داز ذا كافيه اونر، مالك الايه؟ الكافيه، سبيك براودلي اباوت سانتياغو، كان بيتكلم بفخر عن ايه؟ عن سانتياغو. انه كان ماله؟ كان بنقول he was admired of Santiago's brave، كان معجب بشجاعة مين؟ سانتياغو. السؤال الثاني why does Santiago look at the marlin، بيبص للمارلين one last time، مرة أخيرة before leaving the harbor، قبل ما يسيب الميناء. فكان يقصد ايه بالنظرة دي؟ نقول ايه بقى؟ he thanked the marlin، كان بيشكر اللي هي سمكة المارلين for the honorable battle، المعركة اللي قامت ما بينه وما بين سمكة الايه؟ المعركة الشريفة. honorable ايه؟ battle. يبقى he thanked the marlin for the honorable ايه؟ the honorable battle. جميل. السؤال بعد كده we arrived at the station the train departed immediately، عايز استخدم كلمة as soon as. هنا في الجملة أنا مش عارف أحدد إيه اللي حصل الأول. we arrived at the station، وصلنا الأول، the train departed. فبيقول لي لو ممكن نقطة من النقط كلمة as soon as بستخدمها يجي وراها ماضي تام، الطرف الثاني ماضي بسيط، بس ممكن استخدمها يجي وراها ماضي بسيط والطرف الثاني ماضي بسيط في حالة عدم وجود فاصل ايه؟ زمني، لو ما فيش فاصل زمني بين الحادث الأولاني والثاني.
فاحنا ممكن نقول ايه as soon as بمجرد ان we arrived at the station بمجرد ما وصلنا لايه المحطة the train القطار departed القطار غادر ايه immediately ايه فورا. حلو قوي. قال لك I no longer study at night انا ما بدرس ليه استخدم كلمة use اعتاد ان. هل يبقى تعبر عن عادة في الماضي ولا متعود ايه موجودة؟ فبكل بساطة اقول I used to study at night. اعتدت ان ادرس ايه ادرس ليل. تعبر عن عادة في الماضي ولا متعود موجودة في الوقت الايه في الوقت الحاضر. جميل. طالب مني اكتب اسئله يقول لي مانجنج تايم اداره الوقت ثرو سكادجول عبر استخدام ايه جداول زمنيه. ممتاز. النقطه رقم 5 التست 5 بيقول لك بليز سيرف ذا جيستس قدم الضيوف زرفوت طعامهم وايل اتس هوت وهو لسه سخن. ذا سينم اوف ذا وورد سيرف ايه يقدم او يضيف. هو عايز هنا السينم مش عايز التضاد. يبقى بروفايد يمد او ايه او يزود. حلو ماشي. نجلكت يهمل. اوفر يعرض. اجنور يتجاهل. سبورت يبقى اوفر. يبقى هنا ايه يا ايه يقدم او ايه او يعرض. نقطه رقم 2 the children curiosity فضول الطفل led him to take a part ان هو يشارك ايه his toys to check what is inside انه يفكك الالعاب عشان يشوف ايه اللي جواها. the antonym of the word curiosity فضول. يبقى فضول هي interest فما تنفعش. boredom ملل. eagerness حماس ما تنفعش. يبقى طبعا boredom ملل. وindifference لا ايه لا مبالاه. اول نقطه you should have نقط for others opinion اراء الاخرين even when they are different from your own حتى لو هم مختلفين عنك. يبقى you should have ايه يكون عندك احترام يعني ايه respect for others opinion انك تحترم ايه اراء الاخرين. رقم 2 joining a local sport team الانضمام لفريق رياضي is a great way طريقه عظيمه to stay fit انك تكون لايق بدنيا. they feel more not يحسوا بايه with your community بمجتمعهم. يبقى انك تنضم لفريق رياضي طريقه عشان to stay fit انك تكون لايق بدنيا and feel more connected مرتبط balanced single board. يبقى connected انك منضم او مرتبط او عندك شعور بالانتماء. we all should know at the different customs العادات المختلفة and the traditions والتقاليد we encounter when traveling اللي احنا بنعملها when traveling to a new country لما بنسافر لدولة. يبقى we should لازما يحترم يعني ايه appreciate يقدر. عندي receive يتلقى او يستلم. display يعرض. influence يؤثر. نقطة رقم 4 أسامة kept looking at his phone during the meeting عمال يبص في تليفونه وقت الاجتماع which showed his نقط clearly وده بيبين ايه بيبين harmony انسجامه depth عمقه disinterest عدم اهتمامه بالسلام تبقى disinterest عدم الاهتمام. نور couldn't نقط her excitement حماسها when she received the news of her acceptance لما تلقت خبر قبولها to university للجامعة. يبقى couldn't يبقى express couldn't avoid link تبقى ايه بريس يضغط. ما تجيش تعبر عن حماسها لما تلقت الخبر ولا تتجنب الايه الحماس. هتبقى نور couldn't ايه express her excitement ما تجيش تعبر عن ايه حماس. نقطة رقم 6 some experts بعض الخبراء worry that الانين robots will eventually نقط humans هتعمل ايه في البشر بشكل نهائي in many manufacturing jobs في عديد من الوظائف ايه وظائف التصنيع. inspire ولا charge ولا grace ولا adapt هتبقى replace يستبدل. inspire يلهم. charge يشحن. adapt يتأقلم او يتكيف. our team فريقنا has won every match فاز بكل مباراة since. جميل. عايز اقول هنا فترة زمنية غير ايه محددة. يبقى our team has won زمن مضارع تام. our دي فترة زمنية ايه محددة. the beginning of the tournament منذ بداية يبقى فترة زمنية غير محددة يبقى the beginning of the tournament من بداية الايه الدوري. حلو. I wish I knew at more time عندي وقت to finish my project before the deadline. قلنا لما اتمنى حاجة في المضارع اخد خطوة لورا اخد زمن ماضي بسيط. لما اتمنى حاجة في الماضي اخد كمان خطوة لورا اخد زمن ماضي ايه ماضي تام. يبقى I wish I had more time اتمنى يكون عندي وقت قبل موعد الايه النهائي فتمنيت في المضارع اخد زمن ماضي ايه ماضي بسيط. Your parents usually not with you your homework يبقى انا عندي هنا ظرف ايه ظرف تكرار يبقى استخدم زمن مضارع parents جمع فانا ما ينفعش اخد طبعا ايه does. حلو.
ده ممكن قدامي عندي زمن هنا مضارع بسيط وزمن مضارع تام، فباسأل do your parents usually، هنا في ظرف تكرار يبقى استخدم زمن مضارع مضارع بسيط، يبقى do your parents usually help you with your homework، والديك بيساعدوك في الواجب بتاعك. جميل. رقم 10 did you write letters to each other when you were young، لما كنت صغير، يبقى انا بسأله عن عادة في الماضي فاكيد هستخدم used used to. عايز حاجه يجي وراها فعل في المصدر يبقى used to. did you used to write letters، هل اعتدت ان تكتب خطابات. نقطه رقم 11 personal journal is usually written in a نقط tone، بتستخدم في كتابه صيغه مالها، يبقى informal صيغه غير رسميه informal tone. which of the following sentence would be most appropriate to include blog post about a cross cultural experience؟ يقول لك statistical data، بيانات إحصائية indicates significant cultural differences، بتبين اختلافات ثقافية عظيمة. In conclusion the hypothesis was proven correctly. Furthermore one must consider the anthropological implications، تأثيرات بشرية. I was amazed to discover how much we have in common. كنت منبهر دي هنا عشان ده أكتر حاجة informal بتكلم عنها في البلوج بوست. بعد كده القطعة يقول لي reading is one of the most important skills a person can develop. هنلاقي أحد أهم المهارات الإنسان ممكن يطورها through their lifetime، عبر الحياة. It helps expand the knowledge، بتساعد في توسيع المعرفة. improve vocabulary، تحسن الكلمات. and enhance imagination، وتعزز الخيال. in ways، بطرق that few other activities، أنشطة قليلة can match، تطابق. people who read regularly، الناس اللي بتقرأ بانتظام tend to have a better communication skill، بتميل يكون عندها مهارات اتصال. and deeper understanding، وفهم أعمق of the world around them، للعالم حولهم. they can express their thoughts، يعبروا عن أفكارهم more clearly، بوضوح أكتر. and they engage in meaningful conversation، وينخرطوا في محادثات ذات معنى about various topics، عن مختلف المواضيع. Point academic and professional benefits، وراء الفوائد احترافية وأكاديمية. reading can also be a wonderful way، تبقى طريقة رائعة to relax and unwind. many people find that reading، ناس كتير بتجد إن القراءة before bed، قبل النوم helps them reduce stress، بتقلل الضغط. and sleep better، بتخليهم يناموا أفضل. reading different types of books، قراءة كتب مختلفة such as fiction، زي fiction history، زي الخيال. history تاريخ. science العلوم. biography والسيرة الذاتية. can expose reader، بيعرض القراء to new ideas، لأفكار عديدة. and perspectives ووجهات نظرهم أو منظورهم. they might never encounter otherwise، وإلا a novel might teach empathy، ممكن تعلمهم تعاطف. by letting you experience life، بتسمح لك انك تجرب الحياة through another person's eyes، من عيون شخص آخر. nowadays، وقتنا الحالي technology has made reading more accessible، خلت القراءة أكثر إتاحة than ever، من ذي قبل. e-books الكتب الإلكترونية and audio books والكتب السمعية allow people، بتسمح للناس to read anytime، انك تقرأ في أي وقت and anywhere، في أي مكان. whether they are commuting on a bus، سواء كانوا بيسافروا على متن أتوبيس. waiting at doctor's office، حتى لو مستنيين في مكتب الدكتور. or relaxing at home، أو بيسترخوا في البيت. libraries and online platform، المكاتب والمنصات عبر الإنترنت. provide countless books، بتمدك بكتب عدد كبير جدا من الكتب for readers، للقراء of all ages، من كل الأعمار. and interests واهتمامات often free of charge، مجانية. whether you prefer paper books، لو كنت بتفضل الكتب الورقية. with their unique smell، بريحتهم الفريدة من نوعها. and feel وتحس بملمسها وريحتها. or digital versions، أو نسخ رقمية that can store thousands of titles، تخزن آلاف من الألقاب والعناوين in one small device، في جهاز واحد. reading remains، القراءة بتذكرنا remains، تبقى a gateway to endless learning، لتعلم learning and discovery، اكتشاف وتعلم لا نهائي. one of the benefits of reading، أحد فوائد القراءة is that limits imagination، بتضع حد للخيال.
expand knowledge بتوسع المعرفة، reduces vocabulary بتقلل الكلمات، causes stress. أكيد طبعا إيه expands knowledge بتوسع الإيه المعرفة. according to the passage طبقا للفقرة reading helps people القراءة بتساعد الناس improves their physical fitness تحسن اللياقة البدنية become more stressed يبقوا مضغوطين develop better communication skills يطوروا مهارات اتصال avoid learning new things هتبقى رقم C develop better communication skills. نقطة رقم 3 what a unique feature السمة الفريدة من نوعها of paper books الكتب الورقية mentioned in the passage ذكرت في الفقرة they are cheaper than e-books أرخص من الكتب الإلكترونية have unique smell and feel ليها رائحة وإحساس فريد من نوعه. نقطة رقم 4 why do many people read before going to bed للناس بتقرأ قبل الذهاب للفراش. it distracts them from learning new things بتشتتهم من تعلم أشياء جديدة. it makes them more energetic بتخليهم أكثر حيوية ونشاطا. it keeps them awake all night تخليهم صاحيين طول الليل. it helps them reduce stress and sleep better بيساعدهم يقللوا التوتر. أيوة هي رقم دي the best title for the passage أفضل عنوان للفقرة how to write a book إزاي تكتب كتاب. the future of movies مستقبل الأفلام. the benefits of reading فوائد القراءة. the history of technology أكيد طبعا بنتكلم عن فوائد القراءة. سؤال رقم 6 what has technology made possible التكنولوجيا خلت متاح for readers والقراء according to the passage طبقا للفقرة reading only at home نقرأ في البيت reading anytime and anywhere نقرأ في أي وقت وفي أي مكان reading without understanding نقرأ بدون فهم reading only paper books نقرأ كتب ورقية تبقى نقرأ في أي وقت وفي أي مكان. نقطة رقم 7 based on the passage طبقا للفقرة what can be deduced اللي نقدر نستنتجه about the author's attitude عن سلوك المؤلف يعني toward reading اتجاه القراءة. يقول لك the author think reading is a waste of time بيعتقد انها مضيعة للوقت فدي طبعا غلط. the author prefers watching movies بيفضل مشاهدة الافلام over reading ده غلط ما ذكرش حاجة عن الافلام. the author strongly believes the value of reading بيؤمن بقيمة القراءة. the author thinks only adults should read ده هتبقى اكيد اكيد سي strong believes the value of reading. فكمان بيقول لي اول نقطه climate change is one of the greatest challenges التغير المناخي واحد من اعظم التحديات facing our world today بتواجه عالمنا الحالي. scientists علماء warn ذات بيحذرونا if we don't take action لو ما خدناش اي تصرف global temperature درجه الحراره العالميه will continue to rise هتبدا ترتفع leading to serious environmental problems تؤدي لمشاكل بيئيه ضخمه. اول نقطه ليه تغير المناخ من اصغر التحديات التي تواجه العالم فبيقول لي the greatest. فاول نقطه اكيد طبعا لما يقول لي اصغر فاكيد هتبقى غلط. يقول لي بعد التغير المناخ يعد تغير المناخ احد اكبر التحديات التي تواجه عالمنا اليوم. حلو. يحذر العلماء من انه اذا لم نتخذ اجراءات يبقى يحذر ولا يشجع؟ اكيد يشجع دي غلط. احنا قلنا يحذر العلماء من انه اذا لم نتخذ ولا اذا اتخذنا. هنا جايبها بالنفي فاذا لم اذا لم نتخذ فالاجابه هتبقى طبيعي تبقى بي. حلو. النقطه اللي بعد كده يقول لي يعد التعلم عبر الانترنت من اكثر الطرق فعاليه للحصول على المعرفه حيث يوفر مرونه كبيره للطلاب بجميع انحاء العالم. يبقى اونلاين ليرنينج التعلم عبر الانترنت is one of the most يعد ما قلنا في ترجمه دايما نقول لو الجمله بدات معاك بيعد ويوجد ويمثل ويعتبر بنستخدم verb to be فانت هنا مستخدم زمن رقم سي مستخدم has فما تنفعش. اونلاين ليرنينج is one ولا is not؟ اكيد is استخدم مش هستخدم is not عشان هنا مفيش نفي عشان نفيها ففاضل لي اول اثنين. online learning is one of the most effective one of the least بمعنى الاقل وmost بمعنى الاكثر فالاجابه هتبقى ايه؟ اول سؤال في النوفل what is the main message of Santiago story about age and strength الرساله الحقيقيه عن العمر والقوه. فنقول الرساله الحقيقيه بيتكلم يقول ان true strength القوه الحقيقيه comes بتيجي من from spirit من الروح not physical. yes
القوة الحقيقية بتيجي من الروح، ما بتجيش من الايه، من الشباب البدني او القوة الايه البدنية. Why do you think Madeline sit quietly beside Santiago instead of speaking؟ هو قاعد جنب سانتياغو بدون ما يتكلم ليه؟ هو بايه؟ قال لك he shows ايه؟ show respect، بيظهر له الايه؟ الاحترام. ماشي، يقول لي ايه؟ watching quietly، قاعد بكل هدوء watching over ايه؟ سانتياغو، عمال بيشاهد مين؟ سانتياغو، يتأمل ايه؟ ويتأمل فيه. جميل. أول نقطة في الريرايت he bought their car in 2018، اشترى السيارة 2018 and they discovered it، اكتشفوا it wasn't a brand new car، إنها مش عربية جديدة. فعايز استخدم after بيجي لها زمن ماضي تام، الطرف الثاني ماضي ايه؟ ماضي بسيط. حلو، يبقى ايه اللي حصل؟ أول هم اشتروا العربية الأول، فنقول ايه؟ after they had bought their car، بعد ما اشتروا عربيتهم in 2018، ماشي، كما زي ايه؟ discovered، اكتشفوا. نكمل بقية الايه؟ الجملة. نقطة رقم 2 it's written in the timetable، مكتوب في الجدول that the leaving time، وقت المغادرة for the bus in 6 ايه؟ AM، هيغادر مساء. يبقى احنا ايه اللي هيغادر؟ الاتوبيس، فنقول the bus، الاتوبيس ماله؟ leaves، هيغادر at 6 AM، هيغادر الساعة كام؟ 6 ايه؟ 6 مساء. حلو. طالب مني هنا اكتب مقال بيقول لي making new friends، كون صداقات، هو guide you to success، يرشدك للنجاح. وهتلاقي طبعا اللينك بتاع فيديو شرح المقال بالتفصيل موجود تحت الفيديو. كده نكون خلصنا الايه؟ ال5 اختبارات، وعلى خير ان شاء الله.